عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ خولة. هذا فيديو جديد، كنتمنى انكم بعدا تدعمونا بلايك واشتراك في القناة باش يوصلكم اي جديد. ان شاء الله غنبدا نحط شهيوات كل نهار. المهم غنديروا هاد الطاجين هذا كيجي معلك وبنين، ما تبعوش منه. عندنا هنا المكونات، عندنا واحد المطيشه مقطعه رقيقه، بصله تاهي مقطعه رقيقه، درت تما 3 ديال البيضات، جوج الفرماجات، نتوما نزلوا اي فرماج عندكم. عندي 200 غرام ديال الكفته، وعندي واحد المعلقه ديال مركز الطماطم، وعندي واحد راس المعلقه د الهريسه. انا صافي جديت الطاجين، درت فيه شويه ديال زيت المائده، ودرت فيه ديك البصيله تا بدات كتشحر، وغادي نضيف ديك مطيشه اللي مقطعه. مطيشه راني حيت لها ديك الجلده ديالها باش ما تبقاش، وقطعتها مزيان. صافي درتها لديك البصله وغادي نحركها مزيان حتى تبدا تشحر هي وياها. هكا كنحركو. كيجي الطاجين غزال بزاف، يجربوه والله الا ما غاديش تندموا. وكيهنيكم من العشاء ديال الليل، ساهل كتحضروه بسرعه. المهم هنايا غادي نضيف واحد المعلقه ديال مركز الطماطم، وداك راس المعلقه د الهريسه، وضفت واحد 4 كاس ديال الماء باش تطلق لينا ديك المطيشه اللي ضفنا. صافي دابا غادي نخليوه مزيان حتى يبدا تيتشحر. نضيف واحد شويه ديال البزار، تقريبا واحد راس معلقه، واحد شويه ديال الملح. انا حاولت ما نضيفش بزاف ديال المكونات، بزاف ديال العطريه، حيت الكفته عندي فيها العطريه وغادي نطلقها في هذه المريقه هذه. وانتما تقدروا تضيفوا الثومه، تقدروا تضيفوا معدنوس، اللي بغيتو. هاد الصلصه هذه راه اي حاجه درتو فيها كتجي زوينه بزاف. انا قلت لكم زعما راه داكشي هو هذاك. المهم انا غادي نضيف الكفته، درتها هكا دوائر، وغادي نضيفها، غادي نحاول نعمر بها داك الطاجين. صافي غادي ندورها مزيان على داك الطاجين حتى يعمر، وغادي نخليوها طيب ونكمل معكم. صافي هنا بعد ما طابت ديك الكفيته، راه ما زدتها لا ما لا والو، هي طلقات داك الماء ديالها وطابت فيه. انا بديت كندير واحد الدوائر ديال المطيشه، حيدت منهم داك اللب ديالهم باش نحاول ندير داك البيض من الوسط ديالها. نتوما الا كان عندكم الفلفله ديروها، انا كانت عندي هي مطيشه اللي متوفره، حيت لها داك الوسطاني ديالها ودرتو بهذه الطريقه باش تعطي شويه ديال الديكور. وصافي دابا غادي ندير داك البيضات هكاك في الوسط. عفوا راه في الاول قلت لكم 3 البيضات، انا درت 4. المهم نتوما ديروا على حساب نتوما شحال باغيين. صافي غادي نحاول ندير دوك البيضات كاملين هكا بهذه الطريقه. صافي انا حاولت نديرهم كاملين. دابا غنسد عليهم حتى يطيبوا مزيان. ما غادي يطيبوا غادي نشدو داك الجبن اللي كان عندنا، غادي نشدو غادي نقطعوه مستطيلات بحال هكا، فهمتي على هذا الشكل. نتوما ديروا اي جبن عندكم، راه الجبن كيزيد واحد المذاق بنين وكيعلك مزيان. هاد الطاجين هذا كيجيبو معلك. المهم انا قطعته بهذه الطريقه، درتي جوج، راه كيجي هاد الطاجين اقتصادي كيجي بنين، ما تشبعوش منه. المهم انا حاولت نكمل داك الجبن بحال هكا، قطعته. صافي هنا بعد ما طاب داب داك الجبن ديالنا، زدت واحد شويه ديال المعدنوس
هكا قطعته رقيق وضفته من الفوق، كيعطيها واحد البنه زوينه وكيزوق لينا الطاجين. وضفت واحد شويه ديال زيت الزيتون حتى هي كتبنن مزيان هاد الطاجين هذا. المهم كيجي بهاد الطريقه الطاجين ديالنا، ما تشبعوش منه. كنتمنى تجربوه وتقولوا لي كي جاكم، و كنتمنى انكم ديروا واحد لايك وواحد سبسكرايب وتشجعونا باش نحطوا كل نهار فيديو جديد، وكل نهار نحطوا شي جديده. وشكرا بزاف، تلقاو فيديو جديد، تهلاو فراسكم.